البيتزا التركية، معرفش ده النطق الصح ولا ليها نطق تاني، بس هي فطاير أو بيتزا اشتهرت قوي من ساعة ما فتح الشيف بوراك في مصر. فيلا نعملها مع بعض في البيت بطريقة سهلة وبسيطة. أول حاجة هنحضر حشوة اللحمة المفرومة. عايزين بصلة متوسطة هنقطعها مكعبات صغيرة كده، هنقلبها في معلقة من الزيت لغاية ما تصفر وتاخد اللون الحلو ده. هننزل عليها بربع كيلو من اللحمة المفرومة. أنا هنا تقريبا كمان مستخدمة 200 جرام بس. أول ما اللحمة لونها يغير كده هننزل عليها بشوية من الفلفل الألوان، وكمان طماطماية صغيرة تكون متقطعة. الافضل ان احنا نستخدم كمان معلقه صلصه لو كان متوفر. انا تبلتها بشويه ملح وشويه فلفل اسود بس، ممكن كمان تضيفوا بهارات لحمه، تضيفوا جوز الطيب، شويه قرفه حسب ما تحبوا. ونضيف عليها شويه ميه كده اقل من ربع كوبايه، ونقلبهم مع بعض ونسيبهم ياخدوا غلوتين لغايه ما يشربوا الطعم من بعض. خليها بقى تبرد على جنب قبل ما نستخدمها. بالنسبه بقى للعجينه، احنا هنحتاج كوبايه من السوائل. انا هنا مستخدمه ميكس لبن على ميه، يعني نص كوبايه ميه على نص كوبايه لبن، ويكونوا دافيين. حطيت عليها نص معلقه كبيره من السكر ونص معلقه كبيره من الخميره الفوريه. قلبتهم مع بعض وسبتهم كده شويه لغايه ما اتاكدت ان الخميره بدات تتفاعل بالشكل ده. دلوقتي بقى هضيف عليها 3 معالق كبار من الزيت. بالنسبه بقى للدقيق، احنا هنحتاج 3 كوبايات الا ربع، يعني حوالي 345 جرام. هنحط عليها رشه من الملح وهنضيفهم على خليط السوائل. هنلم المكونات بالمعلقة كده الأول، وبعد كده المفروض نعجنها على الأقل 10 دقايق عشان العجينة توصل للملمس اللي احنا عايزينه، تكون ملساء ويكون فيها مطة كده. أنا عشان إيدي فيها مشكلة مش هقدر أعجن كتير، فأنا بعجنها دقيقتين وبسيبها كده حوالي 3 دقايق. بعد كده برجع بلاقيها إن هي بقت ملساء بالشكل ده، وبعجنها تاني كده حوالي دقيقتين 3، والعجينة بتبقى معايا كأني عجناها أكتر من 10 دقايق. مهم جدا ان العجينة بتاعتنا تبقى ملساء وتكون طرية، فيها تلزيقة خفيفة جدا بس ما تكونش ملزقة جامد. لو كانت ملزقة قوي معاكم ممكن تضيفوا عليها معلقة او 2 دقيق. هي كده بقت جاهزة. بمعلقة بقى من الزيت هنلم العجينة بالشكل ده وندهن الطبق ونغطيها ونسيبها تخمر كده تقريبا حوالي ساعة. طبعا ده عشان احنا في الشتاء، في الصيف ممكن ما تاخدش نص ساعة وتخمر وتبقى جاهزة. كده بعد ما خمرت انا هاخد العجينة هفضي منها الهواء، هعملها رول وهقطعها حوالي 4 كور، يعني على قد ما نقدر نعملهم 4 كور متساويين. بعد ما بعمل الكور بالشكل ده بحطها في طبق، اكون حاطه له رشه دقيق عشان ما تلزقش في الطبق، وبغطيها وبسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق. وبعد كده هبدأ بقى ان انا اشكلها. باخد كوره احط رشه دقيق كده من تحت، وكمان رشه دقيق خفيفه من فوق، وابدأ بقى افردها بالنشابه على شكل طولي. يعني انا عايزاها تكون طويله طول كده، مستطيله او مش مستطيله، هي بيضاويه بمعنى اصح. وانتوا بتفردوها كده لو حسيتوا ان هي عامله زي الاستيك شويه معاكم، كل ما تفردوا بتلم شويه، ممكن تسيبوها كده دقيقه او دقيقتين وترجعوا تكملوا فرد، هتلاقوها اتفردت معاكم بكل سهوله لغايه ما نوصل للقوام ده. بناخدها بقى وبنحطها في الصينيه اللي احنا هنخبز فيها. انا هنا حاطه ورقه خبز، بس للاسف طلع الورق ده نوعه مش حلو فلزقت شويه فيها، فالافضل كمان ان احنا نحط ورقه خبز وندهنها دهنه زيت قبل ما نحط عليها العجينه. هنا انا هفرد كميه من اللحمه المفرومه في النص بالظبط، عايزين الاطراف تبقى فاضيه كده ما يكونش فيها حاجه عشان احنا لسه هنقفلها. بعد ما بفردها كويس جدا بقفلها بالشكل ده. المفروض ان العجينه تبقى على عجينه، يعني ما تبقاش على الحشوه. ده الطريقه الصح اللي هم بيعملوها في المطاعم، ان هم بيقفلوا العجينه على بعض وتكون رقيقه ما تكونش تخينه قوي. وبعد ما نقفلها بالشكل ده الاطراف بقى بنلفها على بعض زي ما انتوا شايفين كده، يعني نحط العجينه على العجينه ونقفلهم. بعد كده بقى بنكمل الحشوة، نشوف الحتت اللي هي باينة دي بنكمل فيها الحشوة زي ما احنا شايفين كده. وانا كمان هحط عليها من فوق شوية من الجبنة الموتزاريلا. هنكمل بقى فرد بقية الكمية بنفس الطريقة. هنا دي اخر واحدة انا كنت بعملها، شايفين هو ده السمك اللي احنا عايزينه. طبعا انتوا ممكن تعملوا حشوات تانية غير حشوة اللحمة المفرومة. في كمان حشوة الجبنة الموتزاريلا وبنحط عليها سلامي كده او سجق من فوق. بس انا حسيت ان طعم الجبنة الموتزاريلا كده لوحدها هو طعم ملهوش طعم قوي، يعني فممكن نضيف نوع جبنة تانية مع الجبنة الموتزاريلا عشان تديها طعم احلى يعني او اقوى. وعايزه اقول لكم كمان ان في المطاعم ما بيحطوش اللحمه المفرومه متعصجه كده، هما بيحطوها نيه. بيضربوا اللحمه مع الطماطم مع الفلفل، بيعملوها زي خلطه اللي هي اللحمه بعجين دي، بتتحط على العجينه كده واللحمه نيه. بتستوي بقى في الفرن مع العجينه، فالعجينه بتاخد الطعم بتاع اللحمه اللي هي اللي بتنزل منها، السوائل اللي بتنزل منها. قبل ما بندخلها الفرن بندهن الاطراف كده بقى، ممكن بلبن، ببيض، بزبده، بزيت، زي ما تحبوا كله هينفع.
كمان انا حطيت رشة من الزعتر في حشوة الجبنة والسلامي. بندخلها بقى فرن تكون سخنة على 220، بتدخل في الرف الوسطاني، بتاخد تقريبا حوالي 15 دقيقة، يزيد أو يقل حسب الفرن بتاعتكم. في آخر 3 دقايق كده بنفتح الشواية عليها، تاخد درجة اللون اللي تحبوها. بجد لذيذة جدا، والعجينة طرية قوي بعد ما استوت. المهم بس انها تستوي على نار عالية عشان ما تاخدش وقت كتير، لان زي ما انتم شايفين طبقة العجينة مش تخينة. وعند التقديم بنقطعها بالشكل ده، دي اشهر تقطيعة للفطاير دي. ممكن كمان بعد ما بتبرد بنشيلها كده في اكياس في الفريزر، وبنطلع منها قبل الاستخدام على طول، وبنسخنها كده ثواني في الميكروويف، بتبقى كأنها لسه مخبوزة. وممكن تعملوا اي حشوات تانية غير الحشوة دي، يعني ممكن تعملوا بحشوة فراخ، تعملوا حشوة سبانخ، مشكل جبن، يعني زي ما انتوا عايزين. هستنى بقى صور تطبيقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك، وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.